هي القضيه ما في فريق اول وفريق ثاني، ده المنتخب السعودي. وبعدين انا اقول لك انا ما حكايه انه انا ما حتفضل على الدول العربيه اسوي لها. اول شيء اسوي لنفسي، انا بكسب، انا اكسب لازم، لانه انا بطل اسيا والتاريخ ده كله، واطلع من بطوله بثلاثه اصفار. بطل اسيا قبل 14 سنه. ها؟ بطل اسيا قبل 15 سنه. يعني اطلع بثلاثه اصفار، مسجل هدف واحد. ايش هذا المستوى الكروي اللي عندي كذا؟ اذا انا 2007 كانوا بيقولوا لي هذا فريق الاحلام، 2007 وصلت للنهائي مع العراق، فين فريق الاحلام من 4 سنين؟ فين اللعيبه حقون فريق الاحلام اللي انا بعد 4 سنين ما الاقي فيه؟ هذه المشكله. انا اتمنى انه الجهاز الفني والاداري واللاعبين يحسوا بقيمه كلمه المنتخب السعودي. واذا اذا الواحد يبغى يعمل لنفسه حيسعد الاخرين. لو عملنا عشان الكره السعوديه وقدرنا نفوز معنا، فهذا انه انا حخدم المنتخب الاردني والمنتخب السوري باذن الله. لكن اهم شيء يطلعوا يبغوا يكسبوا لشخصهم لمنتخبهم. انا اتمنى انه يحسوا بقيمه الفانيلا المنتخب السعودي. احنا شفنا التخبطات زي ما قلت فيصل، او يعني يبغى لها ليالي وليس دقائق ولا ساعات، اشياء كثيره ملخبطه. لكن اليوم على المنتخب السعودي في مباراته امام اليابان يثبت انه اليابان اللي قابلناه في 2007 ليس اليابان حق اليوم. اليابان متطوره كثير افضل مننا، فالمفروض نقدر نطلع باي نتيجه. انا اقول لو طلعت بنقطه والا انا حيصير مستواي ومستوى الهند. انا كمنتخب سعودي بطل اسيا واسيا 3 اصير زي الهند لو اطلع ولا نقطه. والكويت قبلي انا قلت بس، وانا ما سجل غير هدف، والكويت تسجل هدف، والهند تسجل هدفين. يعني انا مو بس هي مصيبه كارثه بالنسبه لنا. بس مو مقياس مقارنه يا دكتور. كيف؟ يعني مش مقياس مقارنه بين الهند. لا مش احنا في بطوله وانت بطل. ممكن تحدث لك خساره وتطلع من بطوله بمستوى سيء، ولا يعني هذا انك انت تشابه. لما انا يا كابتن فيصل 3 مباريات وانا بطل، ايش البطوله دي؟ لما تشبه الكره السعوديه، ليش بقول لك مع كامل المنتخب الكويتي عنده بطولتين ويطلع ولا نقطه؟ لا يا دكتور مع احترامي، تشبيهك للسعوديه بالهند غير موفق. ليش؟ مع احترامي لما تشبه الكره السعوديه مو تشبه، انت معاه في دوري 16. يعني انا لما دوري الشاطئ هذه البطوله، لما الارجنتين تنهزم في كاس العالم 4-0 اقول والله الارجنتين زي الهند تنهزم 4-0. لا ما انهزم. لو الهند وصلت الهند كاس العالم خسرنا. انت الان تتكلم على منتخب الكره السعوديه بطل اسيا وبطل اسيا، لكن اسيا ما زلنا زعماء اسيا، وما زلنا وزعماء عليه من اول ما طلعت كاس في ال7 نهائيات نصل الى كاس اسيا. طيب ايوه، السعوديه ما زالت لما تخفق في بطوله لا يعني تلغي السعوديه من لما اطلع باصفار اصير اطلع باصفار ما في عندي مشاكل، ما في مشاكل والله كلنا لا يمكن اصير بمعزل على العالم. ايش المشاكل اللي تخليني انا ما العب؟ طيب يمكن اصير بمعزل على العالم، انا عندي مشاكلي كما الاخر عندهم مشاكلهم. طيب كل الناس عندهم اصحح مشاكلي وارجع، ولكن لا تشبهني بالهند لو سمحت. لا الهند ما انت داخل مع الهند في دوري 16 صح ولا لا؟ لا ما داخل معهم، ما في شيء. انت داخل معهم دوري 16 زي المنتخبات الثانيه. لما تيجي انت تقيس نتائجك ونتائج ايش حتقولوا؟ ما له دخل هذه نتائج وقتيه. نتائج كامل مش على التاريخ. انت والكويت والهند لا نتائج وقتيه يا دكتور. لا نتائج وقتيه لو سمحت. وقتيه تقارن زعيم اسيا، تقارن زعيم اسيا بفريق الهند. اذا اول مره يساوي زعيم اسيا اللي دوبه اول مره يفوز 84 انا بطل اسيا. لحظه 84 انا بطل اسيا، 88 بطل اسيا، 92 انا واصل النهائي، 96 انا بطل اسيا، 2000 انا واصل النهائي، 94 2004 طلعت منها، 2007 من الدور الاول، و2007 انا واصل النهائي. انا قلت لك الاول ما فيها شيء يا اخي، كل البطولات احققها انا الوحيد في اسيا اللي يعمل، الجميع يعمل. بقول لك لا، بقول لك انت تشبهني بالهند لما رجعت ليش تقول يا دكتور نفس الطريقه. هذا لو يقول واحد الكبيره سعودي رديت على ذلك، لما يقول واحد سعودي لا ما تقلل من المنتخب. قارنك ليه؟ لو سمحت ما تقلل من المنتخب. لا سامحني ولا سمح. لا هذا المفروض يا دكتور ما تدير مقارنه. كلامه صح. لا ما تقارن بصراحه وضوح. إذا أنا بتقول لي مؤقت أيوه أقول لك مؤقت، أنا أقول لك على طول في هذه البطولة. قل في هذه البطولة نتائج على هذه البطولة لو سمحت على هذه البطولة بقول فيصل تركيز معي تايم اوت لو سمحت على هذه البطولة. اعتبرني مدرب هنا تايم اوت. الدكتور أولا كلام الأخ فيصل في محله، كلام الدكتور في محله. هو الاختلاف
على التوصيف على التوصيف. الاخ فيصل يقول ما يمكن نقارن الكره السعوديه بالكره الهنديه، ويقول لا اول مره تشارك. مين اول مره؟ شاركت 64 حلقه تصويف ايام الكره الوسطى. كان 3 فرق اللي تشارك. كلامك صحيح انه لا يمكن تقارن مثلا انجازات الكره او تاريخ الكره الهنديه بالكره السعوديه، معها حق. لكن انت الدكتور فيصل اللي الدكتور يتكلم عنه، يتكلم انه لما تختتم هذه البطولة دائما حتى في كأس العالم يعمل تصنيف للمنتخبات من الأول للأخير، من البطل إلى آخر فريق، قياسا بالنتائج، النقاط، الأرقام، الأهداف. يعني إذا المنتخب السعودي غدا أنه خرج على سبيل المثال لا سمح الله خلينا نقول، لأني أنا إن شاء الله متفائل غدا إن شاء الله يعمل نتيجة، خرج مثلا بصفر من النقاط، والهند لسه عندهم مباراة طبعا صعبة جدا مع كوريا الجنوبية، ولكن إذا خرج المنتخب الهندي صفر من النقاط، اولا المنتخب الكويتي شرف لكم الجائزه الاولى، خرج المنتخب الكويتي مع الاسف ترى مو شمات يا اخوان منتخب الكويت، لكن هذا قدره، ممكن يكون قدر المنتخب السعودي، ثاني منتخب يخرج عارف اللي بقلبك يا ابو عبد الله. لا عفوا، ثاني منتخب وثالث منتخب يكون الهند. تبي تكون نعم عندما تصنف هذه البطوله ال15 لكاس الامم الاسيويه، لا شك انه سيكون مثلا الاول الفائز بالكاس منتخب قطر، الثاني مثلا منتخب تبون تلعبون مباراه النهائيه نبيها ان شاء الله مع احد الفرق العربيه مثلا، على سبيل المثال هذا عشان ما نمثل الاوائل اليابان او نمثل بمنتخب مثلا استراليا وكذا. لو كان العنابي مثلا الاول وجاء على الثلاثه الاخيرين سيقارن بينهم اللي منتخبات ابو صفر، سيكون مع الدكتور مدني حق في مساله انه في هذه البطوله ال15 الكويت والسعوديه والهند منتخبات خرجت بلا نقاط. على مستوى الترتيب الاسيوي ولا لا؟ على مستوى ترتيبك الاسيوي حتاثر فيه ولا لا؟ حتاثر بالترتيب الاسيوي، ولكن على مستوى الهند ايش يضيرها؟ لا كلامهم صحيح يا دكتور لما يقولوا على مستوى الزعامه الاسيويه ما نقول لا اللي يتشبه فيها الاخ الرواس والاخ ما تشبه انا تاريخك هذا. اي عارف دائما ندخل الاخوان دائما تذكرها. لحظه دائما تاريخ انا في هالمساله هذه صحيح. انت تقيس اولا الانجازات كوريا ايران سبقا فازت باللقب 3 مرات، بعدها جت السعوديه فازت 3 مرات، واليابان 3 مرات، ولكن بعدها ياتي من لحل وصيف. معكم حق، الكره السعوديه هي زعيمه الكره الاسيويه، اي ولا زالت ستعود باذن الله تعالى من خلال خطط، لكن اذا تشبهها مع احترامي بصوره جيده بصوره ممتازه لمصلحه البلد. لا لما تشبهني بالهند هذه اساءه لي، مش تشبيه. يقصد في هذه البطوله. لا اذا كان تقصيد البطوله يمكن شبهنا بالكويتي مثلا. لا الكويت شرف لنا، الكويت منتخب بطل. انا لما اقول مثل الكويت هي، لكن انا البطوله لا، الكويت بطل وفاز باسيا وفاز بالخليج وبطل مزاعم الخليج. لما تشبه فريق بطل اتفق معك، لكن تشبهني بالهند بقصد الاساءه لا مو صح. انا اشكرك صالح انك شبهت المنتخب السعودي. فبالتالي انت لما تتكلم عن الكره السعوديه انت تتكلم على تاريخ، على نجوم، على بطولات، على ما زالت الكره السعوديه. لو تاهلنا احنا العام الماضي لكاس العالم 5 مرات في تاهل متتالي لكاس العالم، انجاز لم يحقق. لما تخفق او تمر في مرحله تصحيح ومرحله عدم توفيق، بالعكس هذا طبيعي في كرة القدم وفي العالم. انت في اسيا ما تعمل لوحدك، انت عندك منتخبات تعمل، انت عندك منتخبات تعمل في اسيا، فبالتالي لما هذه البطولة غيرك يعمل، فبالتالي النجاح بتنظر على مين؟ ابغى اقول لك في البطولة دي احنا بنتكلم على البطولة دي، هذا لا تقول قال لك احنا بنتكلم على البطولة دي، هذه البطولة بنقول وضعنا مو صحيح. قل لي زي الكويت، لا تقول لي زي الهند. ايه نعم جاب لي فريق ما يعرف. لا هذه دولة مع كامل احترام هو في البطولة دي. لا وانت وضعك كده حينزلك من التصنيف الاسيوي اذا تبغى. ليش انا في العالم كله تنزل، البرازيل لكن انت هذا مو شيء ثابت لي، انا طول العمر بصير انا الاول. انت في اسيا لما تعمل في منتخبات في منتخبات تشتغل، في منتخبات تتطور، انت لابد انك تعيد حساباتك وترجع مره ثانيه وتعمل وتتطور عشان تنافس. لكن لما تشبه لمجرد الاساءه، لا الهند انهزمت ب4 و5 وبكره بتنهزم 6 و7، ما تشبه. حتى عمليه المجموعه انا اللي تشوفه ولا اسويه الدكتور حتى اساءه. ده رايك انت تقول اساءه، على مين تبغى تتفلسف؟ لا ما يصير، ارفع من لا مستحيل. حتى المجموعه السعوديه هذا تفكيرك. انا ما ليش تعتبر اساءه؟ انا بقول لك في البطوله دي انا وضعي زي الفرق،
ايش فيها؟ زي من الفرق عندهم مني قلت لك الهند ولا الكويت؟ المجموعه تقول لي زي الهند تنهزم ب4 و5، انا نهزم ب4 و5 انا زيهم. احنا قلنا تنهزم 4 ولا 5. انا بقول لك يا فيصل زي الهند، تقول زي الهند. ما قلت يا عبد الرضا، ما قلت الكويت طلعت ب3 أصفار وما سجلت غير 1 هدف. انا لو حصل لي اني ما فزت على اليابان ولا هذه حاخرج ب3 أصفار و1 هدف. هذا اللي بنقوله، هذا اللي بنقوله يا فيصل. مع النتائج، نتائج الفرق حتى لو الترتيب، حتى لو الترتيب كان مجموعه البطوله الاسيويه القادمه، قد السعوديه في مجموعه. اول شيء الدكتور الهند لها هدفين. ايوه بقوله في البحرين الهند لها هدفين. والتصنيف انت اللي تتكلم عنه دكتور، مش تصنيفك اللي هو تقييمك للمنتخب والمنتخبات كلها لتاريخها. انت البطوله الحاليه، هذا اللي بنقوله، هذا كلام ما يزعل. انا انت ما يشبه، هو ما يشبه المنتخب السعودي بالمنتخب سلمان يزعل. بس اذا الناس تبي تصطاد ولا حد لا ما ولا حد يقلل من السعوديه. هو تصنيف مش تصنيف، انت تبي هي البطوله الحاليه، يتكلم على البطوله الحاليه. حتى خارج السعوديه في البطوله القادمه اليوم الخروج من المنتخبات اللي خرج المنتخب الكويتي، خرج المنتخب الهندي، خرج المنتخب السعودي. بس وهذا اللي يعني كله لما حتى لو فرنسا والارجنتين دخلوا كاس العالم ايش كانت الردود؟ احنا كان 2015 بتكلم عن البطوله الفتره دي بس بعد اذنكم، ما عاد مش تاريخ هذه، لكن البطوله دي بعد اذنكم احنا نحترم الهند كدوله وكشعب، ولكن هو فقط الكلام رياضي على جدول ترتيب او تصنيف الهندي والتصنيف المنتخب السعودي وانجازات المنتخب السعوديه وانجازات الهند على كره آسيا والعالم. فهنا كان كلامنا نطاق الحديث فقط على موضوع الكرة. احنا نتكلم كرويا يا خالد. نعم. احنا نحترم الهند كبلد وكدولة ولها تاريخ وانجازات في رياضات ثانية، ولكن مشاركة الهند في آسيا، لكن فيصل خلينا نقول شغلة صغيرة. أنا أعتقد مشاركة الهند في آسيا سقطة وإساءة للكرة الآسيوية. خلينا نقول مش سقطة، خلينا نقول شو بقول شغلة إساءة للكرة الآسيوية. اسمح لي، هذا رأيك. تبحث عن التطور. ما يخالف، هذا رأيك، بس فيصل على فكرة لو نلاحظ الاتحاد الآسيوي عنده رأي. احنا للأسف كخليجيين تحديدا نعم وايد نعيش على أمجادنا وننسى ان غيرنا قاعد يشتغل وقاعد يتطور يا فيصل، وانت ادرى بهاي الامور تضرب الهنود قادمون، هم قاعد يجونا على فكره صناعيا، هم قاعد يجونا شوي شوي، واحنا للحين كل واحد يغني على ليلا، يعني انا والله عندي انجازاتي كذا وبطولاتي كذا، لكن احنا نقول لابد ان احنا نطور من نفسنا، نطور من انظمتنا الرياضيه، نطور من عقليتنا الاحترافيه، نطور من ادارتنا لرياضتنا، كيف نشتغل على الاساس تحت، انهم قاعد يشتغلون على الاساس وقاعد يجونك. انت كنت تتصور في يوم من الايام كوريا الشماليه يفوزون بكاس اسيا للناشئين والشباب، وكوريا الشماليه اللي كانت تنضرب من احنا 4-5 اوزبكستان تاهلت لكاس العالم. لا كوريا الشماليه عندها تاريخ، اول فريق اسيوي صعد كاس العالم. شباب معلش لا هو الفريق اسيوي اصبح الفريق العالم كاس العالم، هو كاس، اسمح لي، كوريا الشماليه طلعت من كاس العالم. الفرق يا خالد، اول فريق صعد كاس العالم، الفرق يا خالد اللي بيننا وبين الاخرين، ليش هم يتطورون مثلا يعني بين الغرب وبيننا؟ على فكره انت لا تقيسني بالمجال الرياضي، انت عشان تكون صادق معي انت قسني بالمجالات كلها، طبيا، تعليميا، تكنولوجيا، صناعيا، عشان انا اصير لا تعطني في معزل. يعني انا استغرب بعض الناس لما يجي يقول والله شوف اجسام لعيبتنا، الله اكبر يا هالمجتمع اللي ما شاء الله الواحد ما يدخل مع الباب 3 امتار 4 امتار، كلنا هذا مجتمعنا، احنا لابد نقبل بواقعنا ونطور انفسنا من خلال واقعنا. احنا لما نعترف بقدراتنا ونعرف بضعفنا نعمل من خلالها. احنا للاسف المشكله بيننا وبين الغرب هي التخصص. الغرب ليش متطور؟ لانك لما تجي تسال شخص مهندس عن مثلا شيء خربان ولا شيء زراعي يقول لك والله اسف مو بتخصصي، لكن اسال اي واحد عندنا، قل له يا اخي جيب لك اي واحد خريج حاسب آلي وقل له لو سمحت يا اخي والله يا اخي انا احس ببطني يعورني، شو يقول؟ يوصف لك 5 علاجات، 5 علاجات ممكن تخليك تموت. احنا مشكلتنا عندنا في الوطن العربي وفي الخليج بالذات عندنا مشكله وش رايك؟ لما اقول لفلان والله وش رايك انا بسوي، هذا يقول رايه، لكن لما اقول وش مسؤوليتك هنا يختلف الوضع. انت لما تجي تعمل قل لفلان وش مسؤوليتك، عشان هو لما يستلم شيء ويصير تحت مسؤوليته هو بيعمل على انه ينجحه لانه هو تحت مسؤوليته. لما تقول وش رايك بيعطيك راي بيروح ينام هو، وهذا ممكن هذا الراي يحرق اعصاب جماهير، يحرق اعصاب ناس كثير، يخلي ناس ما ينامون، ناس يتعبون، ناس يسائلهم. الحين في ناس لما يجي يتكدر يقول والله احنا والهند ولا احنا مدري مين ولا احنا وبنجلاديش ولا احنا ومكاو، ليش؟ لانه شاف نتائجك وبالتالي يقارنك بدول
مع كامل احترامي يعني ما تقارن فيك رياضيا، ولكن يوصل الحاله الى الحاله الى الوضع هذا. فبالتالي لما يغيب التخصص بنصل يا خالد الى نفس الفكر وسنظل في نفس الدائره، لان مع كامل احترامي ما زلنا نسال وما زلنا نفتي في كل شيء.